قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وفي الليل قال لي ما تبقاش ترعون في الليل، قم الليل إلا قليلا. وفي الليل قال لي ما تبقاش ترعون في الليل. سبحان الله العظيم، الناس كيقلبوها فين يشدوا. كما قال القائل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوية. يعني بعض الناس ظن بأن الأستاذ العمري قصد بهذه العبارة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس مقصوده، إنما هذه العبارة وجهها للمخاطبين الرجال والنساء والشباب اللي كانوا حاضرين معه. يعني ولو كذلك توجيهها للمخاطبين، يعني كنعرف المعنى ديالها بأن معنى ديالها قدحي فلا ينبغي كذلك، ولكن عذره أنه قالها في سياق يعني الحمية والغضب وتوجيه الهمم لنصرة قضية الأمة الأولى وهي قضية الأقصى. للناس التي تحاول أن تصطاد في الماء العكر، اشتغلوا بما يعود عليكم بالنفع في دينكم ودنياكم. الإنسان حتى إلى عندما تنشئ مسألة متى عنده فيها شيء كلام عليه يعني أن يوجه النصيحة للأستاذ، والأستاذ ياسين العمري لين الجانب ويقبل النصيحة من كل أحد. فاربأوا على أنفسكم، وعلى الإنسان أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين فضلا عن الدعاة والمشايخ وطلبة العلم.